ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طنجة باش يندوا هذا السكوت العربي والحكام العرب اللي ساكتين اللي كيخدموا الشعوب ديالهم، وهاد الشعوب كاين اللي جاو في طنجة دابا كيندوا باش هاد الحكومات هادو يعملوا شي حاجة او يفتحوا المعبر ديال رفح. والخائن الأكبر بالحكام العراق هو مبارك الذي ملقب بالبقرة الضاحكة، ويجب أن يفتحوا معبر رفح. كنتقولوا بهذه المناسبة، هذه المجازر الوحشية اللي كيرتكبها الكيان الصهيوني، شنو اللي كنتقولنا الله يجازيك به؟ في هذه المناسبة حنا كمغاربة بالأخص كمدينة طنجة كنساندوا الشعب الفلسطيني، كنقولوا نصمدوا على الشعوب كاملة معاكم، نتوما على حق، وكنوجه النداء للحكام أنهم كيخافوا من التجربة الحية، النموذج الحي. لهذا حماس كتحاصر لأنها كتمثل واحد النموذج الحي، الصرخة بالحق ضد الباطل، ضد الكيان الصهيوني الذي هو إلى زوال إن شاء الله عز وجل. نقول الإخوة ديالنا صمدوا، راه قلوبنا معكم، نحن كلنا معكم إن شاء الله عز وجل، والنصر آت إن شاء الله عز وجل، النصر آت إن شاء الله عز وجل. جزاك الله بخير.